السلام عليكم. بدأنا مع بعض من فترة كبيرة إن إحنا نلخص كتب ونمسك دروس ونلخصها بشكل مبسط جدا. بدأنا بكتاب أسس التمثيل والإخراج المسرحي للدكتور جلال الشرقاوي، وبعد كده بقى شغالين في كتاب الممثل والحرباء، وبناخد دروس وشوية نعملها في فيديو وبعد كده نستنى وبعد كده نعمل درس تاني وهكذا، يعني بشكل غير مرتب تماما في الكتابين. والنهارده هندخل في كتاب تالت برضه الفترة اللي جاية هنبدأ إن احنا نلخص منه حاجات كتير. كتاب مهم جدا اسمه الممثل الفن والحرفية. هناخد منه جزء دلوقتي بيقول: إذا أراد أحد أن يتقن فنا فإن المعرفة التقنية وحدها لا تكفي، يجب أن يتجاوز التقنية كي يصبح الفن فنا بلا فنية نابعة ونامية من اللاوعي. يعني إيه؟ يعني عشان تبقى فنان في أي حاجة أنت عايزها في أي نوع من أنواع الفنون، إنك تعرف الأساسيات والتقنيات والمعرفة العامة، ده لوحده تمام جدا، ولكن لوحده مش هينفع. لازم إن أنت تجرب وتمارس وتشتغل وتاخد ورش وتجرب مع ناس مختلفة مش مع حد بس، لحد ما مخك اللاواعي يوصل للفن ده بشكل إن أنت بقيت تعمله خلاص وانت سايب نفسك خالص. فبالتالي لو هنجيب في التمثيل، انت لما تبقى عارف ادوات الممثل وعارف كل حاجه تخص الممثل بشكل عام وقاري وتتفرج على حاجات كتير ليها علاقه بالتمثيل، بعد كده لما تشتغل وتشتغل مثلا في ورش وتشتغل على ادواتك بقى بشكل عملي، وتبدا ان انت يجيلك مثلا دور فتبدا ان انت تحفظه وتذاكره وتعرف التفاصيل وتعرف كل حاجه تخص الدور ده، فانت بقى كل الحاجات عندك في مخك اللاواعي، فبقيت سايب نفسك فبتلعب الدور وانت سايب نفسك، فبيطلع بشكل صادق جدا وبيطلع بشكل حقيقي جدا، فانت بتصدق وغيرك بيصدقك. هي دي الفكرة الأساسية. فمهم في أي فن، فن المزيكا، الشعر، الغنى، التمثيل، الرسم، أي حاجة أيا كان إيه هو نوع الفن ده، لازم أول المعرفة العامة تمام، ولكن لوحدها لا تكفي. لازم إنك تمارس وتشتغل بعمق شديد جدا عشان توصل ان انت بقى الكلام خلاص في مخك اللاواعي، فبتشتغل وانت سايب نفسك جدا. وبس كده. استنونا فيديوهات اكتر لتلخيص لكتب تانية والكتب القديمة، والكتاب ده ان شاء الله هيبقى يعني مواضيع دروس مهمة اكتر واكتر. اعمل لايك وشير عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن، واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام عليكم.